عمر المختار فخر للليبيين وفخر لنا العرب والمسلمين. هم الرماز، يعني رموز قادة الاستقلال في العالم. قصته طبعا رواية عالمية، طبعا شهد بها العالم القاصي والداني، الإنس والجن. هذا البطل تفخر به ليبيا وكل مسلم وكل مؤمن عربي. العجيب نضاله على الإيمان، وهو الذي قاد النضال واستقلال ليبيا ضد الطليان الإيطاليين، وكان في نفسه شجاعا ومؤمنا وصادقا ومحتسبا وواصل الكفاح. صار قصة من النضال، ولذلك يفتخر به الليبيون، وهو رمز لهم بلا شك. وقد شهد العالم كل، الشرق والغرب، حتى أعداؤه انبهروا منه من شجاعته واسترساله. هو مثل المؤمن الصادق الذي يحب الله ورسوله ويحب دينه ويحب وطنه. وهنيئا للليبيين بمثل هذا البطل الأسد. وأنا أقول للوطنيين في العالم، عمر المختار قصة. يقول شوقي فيه: ليس أن البطولة أن تموت على الظمأ، ليس البطولة أن تعب الماء. ومات ظامي عطشان. يقول هذا شوقي ترى رثاء بقصة، أن البطولة أن تموت على الظمأ، ليس البطولة أن تعب الماء. جميل جدا. فغفر الله له ورحمه، وهنيئا للليبيين أحفاد عمر المختار، أنعم بهم وأكرم.